السلام عليكم، كيفاش عاملين؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكريم منزلي. انتوما غادي تعدلوه في البيوت ديالكم، ساهل واقتصادي ورخيص، والمكونات موجوده في اي بيت وفي اي مطبخ، وهو الكريم ديال الخيار. كلنا كنعرفوا الاهميه ديال الخيار للبشره، وكلنا تقريبا استعملنا الشرائح ديال الخيار للوجه ديالنا، وشوفنا المنافع ديالو العديده. فهو اول حاجه كيشد المسامات ديال البشره، وكيقضي على البقع الداكنه ديال البشره والاسمرار، وكيفتح لون البشره بطريقه ملحوظه. كيغذي البشره لانه كيحتوي على مضادات للاكسده. كيحتوي على نسبه عاليه من الماء، فهو كيرطب البشره بعمق، مفيد للهالات السوداء، وغني بالفيتامينات اللي كتحتاجها البشرة، وكيصلح لجميع أنواع البشرة. باش نعدلو الكريم غادي نحتاجو للخيارة متوسطة في الحجم، وغادي نغسلوها مزيان. واهم حاجة يعني يكون الخيار طري، وما يكونش يعني بقاله فترة هو في الثلاجة، باش نستفدو بالمنافع ديالو. كيف ما شفتوني انا حكيت الخيارة في الحكاكة تكون رقيقة، يعني كل ما كانت الحكاكة رقيقة كل ما كتساعدنا اننا ننزلوا الماء اللي في الخيار. واهم حاجة اننا نحكوه بالقشور ديالو. من بعد غادي نصفيه مزيان حتى يهود ديك الخلاصة ديال الخيار. صدقوني يا بنات، هاد الكريم غادي يرجع معتمد عندكم. الصراحة كيقضي على البقع وكيقضي على الاسمرار، وكيعطي نضارة للبشرة. بعد ما صفيت هاد الخيار، من بعد غادي نضيف عليه واحد الملعقة صغيرة ديال النشا. المهم على حسب اللي باغي الكريم يكون خفيف غادي يضيف غير واحد مغرفة صغيرة، واللي بغاه يكون ثقيل بحال شكل ديال الماسك يعني تعملو غير فوق البقع، كتعمل 2 المغارف على حسب الكثافة اللي باغيين. غادي نحركوه مزيان على البارد، باش ملي نحطوه فوق النار النشا ما يتكورش. من بعد غادي نوضعوا هذا الخليط فوق حمام مريم، ونستمروا في التحريك، ما نوقفوش يدنا باش ما يتكورش هذا الخليط. وفوق عافيه مهيله. وغادي نستمروا في التحريك حتى يتجمع هذا الخليط ويبقى عامل بحال الشكل ديال الكريمه. غير يتقل لينا الخليط نرفعوه من فوق النار. غادي نخليوه غير شويه يبرد حتى ياخذ درجه الحراره ديال المطبخ. من بعد غادي نضيفوا عليه ماء الورد، تقريبا شي 3 المغارف كبار، ونخلطوا المكونات كلهم. البنات اللي عندهم البشره جافه ضروري يزيدوا يا اما الكبسولات ديال فيتامين او، يا اما يزيدوا ملعقه صغيره ديال زيت اللوز.
لان لان النشا كينشف البشره. وغادي نعملوه 2 مرات حتى ل3 المرات في الاسبوع لمده ديال نص ساعه او حتى ساعه الا ربع او حتى ساعه. من بعد نغسلوا الوجه ديالنا، وغادي تشوفوا بعينكم النتيجه ديال هذا الكريم من اول اسبوع، والنتيجه ديالو فوريه. غادي يفتح اللون ديال البشره بطريقه ملحوظه، وفي نفس الوقت غادي يشد المسام. الناس اللي كيتشكاو من المسام المزعجه في الوجه ديالهم، وكيقضي على التجاعيد. وكيعطي ملمس ناعم للبشره. كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو واستفد منه، وكنتمنى اي وحده فيكم شافت هذا الفيديو تجربه وتحط لي في التعليقات آه التجربه ديالها. وكنتمنى تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.